اسهل حاجة حلوة ممكن تعمليها في شهر رمضان هي القطايف، لانها بتاخدش منك وقت خالص، مجرد بس ما بتجهزي لها الشربات وشوية حشوة كده وحمري وزي الفل. بس في كام تركية كده مهمة جدا علشان خاطر تخرج معاكي ناجحة، هنقولها النهاردة في الحلقة بتاعتنا، ونقول اللهم بارك وكل سنة وانتوا طيبين، ويلا بينا على طول نشوف هنعمل ايه. اول حاجة عملتها هو الشربات. انا جبت كوبايتين من السكر، ضفت عليهم كوباية واحدة بس من المية، ورشة من الفانيليا وعصرة ليمون، وهسيب الشربات يغلي 5 دقايق. الشربات بتاع القطايف بيكون تقيل شوية. تمام. بعد ال5 دقايق هنطفي النار ونسيب الشربات يبرد تماما، لان القطايف بتحب ان هي تكون سخنة والشربات بارد، او العكس، المهم حاجة فيهم تكون سخنة يعني. خلاص، بعد كده تعالوا بقى نحشي القطايف. بصراحة انا اشتريتها جاهزة النهاردة، ده كان اوردر مطلوب مني، فقلت بصراحة الاسهل والاسرع ان انا اشتريها جاهزة، وما شاء الله يعني طالما نظيفة وطرية وطازة كده بتكون ممتازة قوي. تعالوا بقى نجهز الحشوات. الكنافة القطايف اللي كانت مطلوبة مني النهاردة اللي هي بالحشوة المكسرات العادية الاقتصادية يعني، اللي هو الزبيب وجوز الهند والفول السوداني. طبعا كل حاجة غليت مع ارتفاع الأسعار طبعا. يعني الله المستعان، والله ربنا يكون في عون الناس. والله العظيم انا وانا واقفه بجيب القطايف الناس بقت تسأل على السعر وتمشي. ما تعرفوش بقوا يكونوا صعبين عليا قد ايه. فربنا يا رب يفرجها على الجميع يا رب، وكل نفسه في حاجه يجيبها وكل نفسه في حاجه يحققها. فتعالوا بقى نجهز الحشوة التانية، هي برضو مكسرات، بس دي مكسرات شوية ايه متوصين بيها، اللي هو ممكن شوية لوز مطحونين على شوية بندق، وهكسر عليهم شوية من عين الجمل، وبرضو حطيت شوية زبيب، وهضيف وبرضو فيها سوداني يعني. هقلب بقى الحشوة دي مع بعض، وهاخد بقى بصراحة أنا بجهز شوية مكسرات ينفعوني طول الشهر، علشان مش كل شوية أقلب بقى وأجيب ده على ده، لأ يكونوا عندي في علبة. سواء بقى هعمل كنافة أو هعمل قطايف هعمل جلاش، أي حاجة تكون الخلطة جاهزة عندي. حشوة القطايف أنا هعمل شوية بالقرفة، بالمكسرات اللي هي الغالية شوية، وهحط عليها معلقة صغيرة من القرفة، وهحط عليها معلقة من الشربات اللي احنا عملناه وأقلب. وبرضو في الحشوة الاقتصادية برضو هحط معلقة من الشربات وأقلب. دلوقتي جاهزين بقى ان احنا نحشي القطايف، ما شاء الله زي ما انتم شايفين. القطايف اول ما اشتريتها فضلت ساباها في الكيس زي ما هي، علشان خاطر ما تنشفش معانا، لانها بتنشف بسرعة جدا. هبدأ بقى ان انا احشيها واقفل عليها كويس بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده كده. ممكن تعمليها باي حشوة بقى. القطايف من الحاجات اللي بتقبل اي حشوة، مهلبية، جبن، مكسرات زي ما انتم شايفين، فواكه مجففة، اللي نفسك فيه بقى تقدري تحشي القطايف. هحشي بقى كل كمية بنفس الطريقة، وهحشي كمان القطايف اللي بالقرفة بنفس الطريقة، واقفل عليها كويس. وبعد كده نكون جاهزين بقى ان احنا نحمرها. بصوا بقى ما شاء الله، دي الكمية اللي قدامكم ده كيلو من القطايف، يعني ما شاء الله بيرمي معانا كمية كويسة. تعالوا بقى نقلي القطايف. حطيت طاسة على النار فيها كمية مناسبة من الزيت. ما تكتريش زيت كتير، علشان خاطر الزيت اللي بيتبقى من القطايف ما ينفعش انك تستخدميه تاني يعني، فاحنا بنحط على القد. هستنى بقى ان الزيت يسخن ونبدأ ان احنا نحمر القطايف. اهم حاجة الشربات يكون بارد. هوريكم بقى القوام بتاع الشربات. ده القوام المظبوط. القوام ده بقى بيخرج معاكي القطايف مقرمشه من بره وطريه شويه من جوه، حاجه لذيذه جدا. في ناس بتحب القطايف مقرمشه قوي، مقرمشه من بره ومن جوه، يعني ناشفه من الاخر. هتقلي الشربات بتاعها شويه عن كده كمان، يعني بدل ما تسيبيه يغلي 5 دقايق هتغليه 7 دقايق. وفي ناس بتحب القطايف طريه، لو بتحب القطايف طريه خفي بقى الشربات، اللي هو هيكون كوبايه ميه على كوبايه سكر. لكن المظبوط اللي هي كوبايتين سكر كوبايه ميه. تمام. خلاص بقى انا احط هنا القطايف في الزيت واستنى عليها تتحمر، تاخد لون دهبي بقى كده من جانب وهقلبها على الجانب التاني لحد ما تاخد اللون الجميل اللي احنا عايزينه. ما تغمقهاش يعني. وبالنسبه للقطايف اللي هي متحمره شويه في التسويه وهي لسه عجين، دي هتلاقيها بتاخد لون اغمق سنه من التانية. طبعا انا معايا هنا صفايتين. صفايه هنخرج بيها القطايف من الطاسه، ما ينفعش ان انت تسيبيها في الشربات. والصفايه التانية هناخد بقى القطايف من الشربات على المصفى على طول. ده بقى لون القطايف الخطير بتاعنا. هنخرج بقى من الزيت ونصفي كويس، ومن الزيت على طول على الشربات. زي ما اتفقنا حاجة منهم تكون سخنة، وطبعا الأفضل إن القطايف هي اللي تكون سخنة يعني. هقلب بقى القطايف في الشربات كويس جدا.
وهسيبها بس ثواني على ما ارص رصة من القطايف، تكون هي برضو شربت شوية كويسين من الشربات. ما شاء الله، مش يعني مش شاربة زيت ولا حاجة، العجينة بتاعتها ما شاء الله اللهم بارك مظبوطة، وتسلم ايد اللي عملوها يا رب. وبعد كده هبدأ بقى ان انا اخرج القطايف اللي في الشربات في مصفى زي ما انتم شايفين. واهم حاجة بقى يعني، وخطوة مهمة جدا علشان خاطر القطايف ما تطراش معاكي، تفضل بقى طازة كده ومقرمشة. انا خرجت شوية في المصفى، هسيبهم يصفوا، وشيء طبيعي بقى هتكون بردت شوية غير اللي لسه هنكون مخرجينها من الزيت. فما ينفعش تحطي رصة فوق رصة. لو حطيهم فوق بعض هتلاقي الرصة القديمة ايه، او الرصة الاولانية طريت معاكي. اول ما تخرجيهم من المصفى بعد ما يصفوا كمية الشربات، حطيها في طبق كده او في صينية، واحدة جنب التانية برضو، علشان خاطر لو لسه حتى سخنة شوية ما تطريش بعضها يعني. هعمل بقى كل كمية القطايف بنفس الطريقة. وبعد ما احمر القطايف ده هحمر اللي هي بالقرفة. خلاص. اوعي تكوني نسيتي تحطي لي لايك واكتبي لي بتتابعيني من انهي بلد، وكل سنة وانتم طيبين. وايه احلى حلو بالنسبة لكم بتحبوه او بتفضلوا ان هو يكون يوميا على سفرة رمضان؟ تعالوا بقى بصوا الجمال، بصوا اللون بتاعها عامل ازاي. واضح بقى ان هي مقرمشه وحاجه كده زي الفل، بألف هنا وشفا. مهم جدا طبعا خطوه المصفى دي. بعد كده بقى حطيت القطايف في الطباق بتاعتها، وهزينها بشويه جوز هند وشويه مكسرات قبل ما نغلفها. طبعا انا على قد ما اقدر بسيبها تتهوى شويه وتبرد تماما، علشان خاطر لو غلفناها وهي لسه سخنه ممكن تطرى شويه. فاحنا بنسيبها تهدى شويه، بعد كده بنغلفها، وبألف هنا وشفا، وكل سنه وانتم طيبين. ويا رب كده الحلقات اللي اقدمها تعجبكم، واترككم في رعايه الله، واستنونا باذن الله في حلقه تانية، ومع السلامه.